الشامي اهلا وسهلا فيك. يعني حبيبي. اول مره بباريس واول حفله بباريس؟ نعم، أول مرة بباريس وأول حفلة. شو الشعور يعني، وخصوصا جمهور باريس مختلف ومتنوع وفي كتير جنسيات عربيه؟ هلا أنا بعرف إنه العاصمة الفرنسية إنك توقف فيها بهذا العمر هو شيء كتير صعب ومعقد، وبعرف إنه أهم العمالقة قبل يوقفوا على هذا المسرح اللي اليوم حوقف عليه. يعني صار لها قبل باسبوع كانت وجاي جورج وسوف. كتر خير الله، يعني هذا شرف لإلي إني أكون موجود بين هالاسمين العمالقة، واللي شرف لبلادي يعني. اسمك كمان شرف لبلادك، حبيبي. الشامي. يعني كل ما بنقول اسمك هيك بنتذكر الشام. الشام ودمشق طبعا. وحاسس رح يكون في شيء من الشام غير اغانيك الخاصه بهالحفل، ما بعرف. يعني بجوز فاجئكم، ما فيك تعرف. شيء شامي؟ ممكن. فاجئنا ممكن بشو أكيد. يعني، كيف رح تكون انه المفاجأة؟ ممكن نكون نغني شيء شامي او غني شيء مو لإلي، لانه انا ما بغني شيء مو لإلي عاده. بس اليوم لانه في جمهور عربي مطلق، فممكن نغني شيء مو لإلي. رح تحاول ترضي الجنسيات وهيك البقيه ان شاء يعني الله ان شاء كمان؟ الله ان شاء الله ان شاء الله هيك بنبسطهم ونفرح قلوبهم وبينبسطوا ان شاء الله يا رب. عم بتحضر لألبوم جديد كمان بعرف. صح. شامي وين بأي مرحلة هلا صار؟ يعني هلا نحن خلصنا مرحله الاغنيه وفتنا بمرحله يعني نشوف آلية الإصدارات شلون راح تكون إن شاء الله. رح يكون بجو أغانيك اللي قبل ولا رح يكون في كمان هيك نقلة؟ لا في نقلة إن شاء الله، في شيء جديد. النقلة حسب شو يعني، رح تكون بشو، بالتوزيع بالكلمات، لأنك كمان على كل بتكتب الأصعدة، بتلحن. ما صار في نضج فني كمان. يعني اليوم بديت عمري 19 سنة، اليوم أنا عمري على باب ال 24 سنة، فاليوم في نقلة نوعية يعني بالكلمة واللحن والنضج الموسيقي. صراحة في جمهور كتير كبير عم ينطرك كمان شامي، يعني قديش بيعمل لك توتر هاي القاعدة الجماهيرية الكبيرة اللي صارت عندك هلا؟ كتر خير الله، وهي مسؤولية كبيرة إني أنا أكون دايما عم أقدم لهم أفضل ما عندي وأحسن شيء وشيء بليق فيهم. نجم الجيل بيلقبوك، يعني لك شيء هاللقب؟ والله اللي بيعني لي إنه هن يجوا على الحفلة نبيعهم شوية سعادة وأمل ويطلعوا راضيين ومبسوطين، وهذا سبب وجودنا بالفن، وهذا سبب الفن ليعبر عنا ولا يعطي شوية أمل وسعادة بالحياة. أنت عم تعطي سعادة مجانية بكل الأحوال بأغانيك كتر يعني خير كمان الله. شامي. وعدا عن ذلك فكرة إني أكون نجم الجيل أو نجم الأجيال أو شو ما كنت، أهم شيء عم وصل رسالة الأغنية لقلوبهم ولمشاعرهم، هذا أهم شيء عندي صدقا. وعم تحكي بلغتهم يعني وبمشاكلهم لهالجيل يعني أنا منهم، كمان. ما أنا منهم، ما بعرف أحكي بلغة تانية غير لغة بتشبههم. وانتم كمان يعني جيلكم، جيلنا بنحكي عن حالنا انه عانينا، بس بحس جيلكم عنده مشاكل مختلفة وعانى خلص كمان ختمنا يعني. اللعبة نحن، لعبة شفتوا كل شيء؟ المعاناة ختمنا. ضل الديناصورات بس ناطرينهم. مطولين على فكرة. يلا نغني. شامي كمان تجربة ذا فويس كيدز كانت تجربة لنجم جديد، كمان انه يكون بذا فويس كيدز نقطة تحسب له انه يتم طبعاً. اختياره. أكيد. كيف كانت التجربة؟ رائعة. كنت تتمنى وتعاملنا تكون محل هالاطفال بيوما ما وتشوف نجوم؟ كل طفل موهوب بالعالم العربي بيتمنى يوقف على مسرح ذا فويس كيدز، ما بالك بحلم انك تحققه على كرسي ذا فويس كيدز. وانا حققته بسرعة قياسية كتر خير الله، وهذا الشيء مش عادي، فخور فيه وممنون له بكل لحظة. يعني يلي بعمرك الفنان الشامي بيكون عم بدور على فرصه ببرامج المواهب. على فكرة نحن بنعرف انت النجم الجمهور يعني حبني، بهيك. شو بعمل؟ الحمد لله رب هاي العالمين. تحديدا ما فيك تعمل شيء يعني، هي لازم تفرح القبول فيها. من رب العالمين. آه. لك كلياتنا كفنانين ننزل بنقدم افضل ما عنا، بس بالنهايه محبه الجمهور ومحبه الناس شيء بيعود لهم، والقبول من رب العالمين. بيحبوك بطريقة غريبة احيانا الجمهور. الحمد لله رب العالمين. يعني يمكن كتير. لاني بشبههم، لاني منهم، لاني بعبر عنهم، لاني بحكي عنهم. وعلى السوشيال ميديا بشوف احيانا حتى بلايفاتك بالطريقه اللي بتحكي فيها مع الجمهور، يعني داون تو ايرث، يعني انت متواضع وقريب من الجمهور. وهذا اللي لازم يكون، يعني هذا اللي لازم يكون لتكون. اليوم نحن بزمن السوشيال ميديا ما بقى في فجوة أو مسافة بين العالم والفنان. لازم يستغلها ليقرب من جمهوره الفنان، وأنا هذا اللي عملته. يعني الجمهور يكون قريب مني على الصعيد الإنساني وعلى الصعيد الشخصي، مش بس كأغنية. امتى بدنا نروح على سوريا انا وياك؟ والله بتمنى وإن شاء الله يكون هيك.
بوقت ماله بعيد في حفله بسوريا ان شاء الله يا رب. وانا بوعدك رح كون موجود يعني يلا بهذيك الحفله يلا نطلع من بتشرف. سوريا مباشره. بتشرف حبيبي. الشامي تشرفت كثير فيك حبيبي. بمونتي كارلو الدوليه وانبسطت فيك هون بباريس. يا اهلا وسهلا حبيبي على طول. شرف لإلي، شرف لإلي. الله شكرا يخليك. كلك يوبرني ربك.